السلام عليكم. جيتكم بأسهل طريقة لتحضير العدس. يعني هاد الطريقة نعتمدها، خاصة كنت نعتمدها في الإقامة الجامعية. هذا يساعد بزاف العاملات، يعني بارد في بارد وراكو حضرتو عدس ثقيل ومجمر. الله عندي كمية نتاع العدس كنت درتها في الماء يغلي وخليتها باش يسهل على الطياب تاعه. درت حبه طماطيش كنت سكرفجتها مع حبه نتاع الجزر مع حبه بصله، مغرف كبيره نتاع طماطم مصبره وشويه تاع البطاطا، حوالي 2 حبات صغار انا نبغيها، فصوص الثوم. بالنسبه للزيبيس عندي ملح، كركم، توابل الدجاج، فلفل احمر حلو، فلفل احمر حار، سكنجبير، فلفل اسود، وعندي هذا الجمبول اللي قلت لكم يجي بالتوابل والاعشاب، عنده نكهه خاصه. هنا في كوكوت كنت درت حوالي 2 حتى 3 ملاعق كبيره نتاع الزيت. غادي نرمي فيهم هذاك العدس اللي قلت لكم كنت درته في الماء المغلي، يعني او ميم طون يطير لي من هذيك لا كولور، او ميم طون يعني يطرالي. زدت عليه ملعقه كبيره نتاع طماطم مصبره، وغادي نزيد عليه الطماطم اللي كنت ربيتها مع البصله مع الجزر. زدت عليهم 3 فصوص من الثوم، ما ربيتهمش يعني خليتهم هكا باش من بعد يسهل عليا اني نقلعهم. ايضا درت البطاطا 2 حبات صغار، تقدروا يعني بهم هما تاني وتزيدوهم، انا نبغيها كيما هكا. وزدت لي زيبيس اللي قلت لكم عليهم ملح، فلفل، كحل، كركم، توابل الدجاج وسكنجبير، وتاني هذا الجمبول اللي لها نكهه خاصه. فوالا كيما راكم تشوفوا فقط غادي نحركهم بالمغرف وغادي نمرق. هنا ما تمرقوش بزاف، ديروا الماء يغلي بالماء مغلي وبلعوا لا كوكو تاعكم لمده ربع ساعه، وديروها على نار متوسطه. شوفوا ما تكتروش الماء، انا ما كترتش باسكو شي ما تكتروا تجي شورورو. وكي غادي تحلوها تخرج لكم بهذا الشكل خاطر. الله على ديك البنه، جربوه اكيد رايح يعجبكم. للعاملات ولا ما تكونيش في الدار وتجي مقلقه راكي باغيه طيبي العدس خفيت فيه، ديري هاد الطريقه ورجعي لي بالخبر. نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه تاع بارد في بارد وتردوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني، ومرحبا بكم في لاشين تاعي. تهلاو في رواحكم، بسلامو.